بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. انا مبسوط ان اكون وسطيكم، واتمنى ان ربنا يبعت لنا احنا، يعني الكلمه اللي جايه دي هي رساله ربنا لينا كلنا. انا بعتبر ان اللي بيتكلم هو اول واحد بيخاطب بروح الله، ولو ما وصلتش الكلمه للمتكلم نفسه مش هتوصل لحد تاني. انا عجبني جدا السرد اللي كان بيسرده الانكل بتاع الصوم والحاجات اللي انا مش عارف عنها حاجه دي. انا عارف بعضها مش كلها يعني. كل سنه وانتم طيبين. الكنيسه صايمه الصوم الكبير او الصوم المقدس، يقول عنه الاباء ان هو خزين الكنيسه او خزين الحياه الروحيه. يعني الكنيسه بتستناه من سنه لسنه. في ناس بتدخل الصوم الكبير وتطلع منه ما عملتش حاجه، مشكله كبيره. فالواحد بيسال نفسه، هل انا دخلت الصوم خارج منه بايه؟ النهارده عايز اتكلم معاكم في الموضوع في 4 نقط. هنتكلم عن رحله بسيطه عن الصوم، ورحله العوده، وما بين بين الغربه وبيت الاب، وابني بقلب اجير. الكنيسه بترتب القراءات زي ما الخادم الانكل ده كان بيقول لنا من شويه. كل هدف الكنيسه في الصوم الكبير انها بتاخدنا خطوه بخطوه او مرحله بمرحله عشان تاخدنا من الارض لفين؟ للسماء. لو احنا فتحنا عينينا ولقينا المسيح متعلق على الصليب في الجلجثه هيبقى الموضوع صدمه بالنسبه لنا، زي ما كان في البدايه صدمه للتلاميذ لما قال لهم ابن الانسان يسلم ويموت ويتصلب ويموت. كان صدمه بالنسبه لمين؟ للتلاميذ. عشان كده الكنيسه مسكت الصوم الكبير وقعدت تمشي بيه معانا مرحله بمرحله بمرحله لحد ما نلاقي روحنا في الاخر احنا فين؟ احنا على الجلجثه تحت الصليب. عشان كده كان الموضوع يبقى ايه؟ سهل شويه. فعشان كده بدات الكنيسه ترتب الاحاد بتاع الصوم. اول حد كان حد الايه؟ حد الرفاع. انا هاخد بس بريفلي كده سريع يعني. حد الرفاع مقصود بايه؟ مش مقصود بان انا اتوقف عن طعام معين وابدا طعام اخر. ده للاسف المفهوم السطحي اللي بدانا ناخده او بدانا نعيشه. زي ما يجي واحد يقول لي الاكل ده ينفع اكله ولا ما ينفعش تاكله. هي قصه مش قصه اكل، قصه ان حد الرفاع ان الكنيسه عايزه تقول لك احنا هنرتفع من الارض لان احنا رايحين فين؟ رايحين السماء. انا بشيلك من الارض اللي انت رجليك مغروزه فيها او واقف فيها او موحول في العالم بالبلدي يعني كده، عشان اطلعك فين؟ تطلع معايا السماء. فسموه حد الايه؟ احد الرفاع. انا يعني كلمه رفاع ان انا بترفع عن الامور دي، انا بنزه نفسي او بترفع عن الامور الجسديه. يجي بعدها اول حد الايه؟ حد الكنوز. حد الكنوز لو اي واحد طالع رحله بيضطر يجهز معاه عشان ايه؟ شنطته. طب احنا رايحين الرحله دي، احنا ماشيين الكنيسه ماسكانا من ايد والمسيح من ايد عشان يوصلنا تحت الصليب في الجلجثه. فايه اللي ممكن تاخده؟ بيقول لك ما تهتمش بحاجه. المعتاد الطبيعي ان اللي رايح رحله بيعمل ايه؟ بيهتم. هاخد ايه معايا؟ انا مسافر بره او انا راجع لبيتي، انا هاخد ايه معايا؟ جاي الكنيسه النهارده تقول لك ما تهتمش بحاجه. عشان كده في 3 لاءات: لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، لان الكنز اللي على الارض هيعمل ايه؟ هتفضل متعلق بالارض. الكتاب بيقول حيث يكون كنزك يكون هناك ايه؟ لو حد من حضراتكم عنده فلوس، ما اعرفش مع حد عنده فلوس في الزمن ده ولا ما عندوش، ما اعرفش، بس لو عنده فلوس او عنده شويه ذهب، يعني لو حضرتك الستات اكيد عندهم ذهب، صراحه محدش يسمع بره يعني. تروح البيت مفتاح وتروح فاتحه الدرج اللي فيه الذهب ده ولا حاجه وتشيك عليهم، تعمل تشيك عليهم كده، صح ولا غلط؟ لان يكون حد ايه خاتهم ولا حاجه. فعايزه تقول لك لا تكنزوا لكم كنوز، لان الكنز ده هو اللي هيفضل ربطك بالايه؟ بالارض، هو اللي هيشدك لتحت. تاني، لا يقدر احد ان يخدم سيدين. انت ماشي ورا المسيح ولا ماشي ورا حد تاني؟ يؤسفني ان انا اقول نفوس كتيره عايزه تمشي مع المسيح وتمشي مع ايه؟ مع العالم، اللي هو حب لقلبك وحب لايه؟ لربك، او سعى لقلبك وسعى لايه؟ لربك. في الحقيقه ما ينفعش. المسيح عامل زي المثل اللي بيقول انا هو زي ايه؟ زي الفريك اللي ما بيحبش ليه شريك. يا تحب المسيح وتمشي معاه، يا هتفضل مربوط بالايه؟ بالعالم. المسيح ما عندوش وسطيه، يا معايا يا مش معايا. ثالث حاجه، لا تهتموا ليه؟ للغد. تقريبا او كلنا اكبر مشكله في حياتنا هو بكره. عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بكره، عايزين نحوش قرشين عشان بكره الاسعار هتغلى، بكره مش عارف هيحصل ايه. هو عايز يقول لك لا تهتموا للغد، يكفي اليوم ايه؟ شره. ده كان حد ايه؟ حد الكنوز. يجي بعديه حد التجربه، وده المسيح بيقدم فيه، لان احنا رايحين على الصليب، هنشوف المسيح ميت على الصليب. امر بجد صادم. ما حدش يقدر يقول لي انا مش هتصدم في المسيح على الصليب. ده العالم كله مصدوم في المسيح على الصليب. النهارده مشكله العالم كله اللي مش قادر يقبل ان المسيح ايه؟ مصلوب. ده بيقبلوا في كل حاجه، حتى في عيد الميلاد بيقبلوه قوي، بيحبوه، ممكن يتكلم معاكم يبقى حابب وكل حاجه. يجي عند الصليب ده عصره، لان المسيح قال للصليب ايه؟ عصره. عشان كده المسيح في حد التجربه انتصر من اجل الانسان بالانسان
انتصر على مين؟ على الشيطان. لان كل اللي وقع فيه ادم وقعت في البشريه، المسيح عايز يقول لك ان بعد الصليب وبعد الفداء هديك القدره انك تعمل ايه؟ تتغلب. طب والدليل؟ ان احنا خد جسد انسانيتنا انسان كامل وانتصر بيه على ايه؟ على التجربه. الثلاث تجارب اللي اتجرب بيهم المسيح هم مجمل التجارب، لكن هو قعد 40 يوم يعمل ايه؟ لا تفتكر الشيطان سابه، ده كل يوم كان بيتسلى ايه؟ عليه. بس دول الثلاث تجارب هم ايه؟ مجمل التجارب اللي بيتجرب بها الانسان. ثالث حد اللي هو الحد بتاع النهارده، حد ايه؟ حد الايه؟ الابن الشاطر. حد ايه؟ هو في الحقيقه لا الابن الضال ولا الابن الشاطر، ده بالنسبه لي انا، ده هو حد الاب المحب. اي بطوله في واحد غدر بابوه وخد مال ابوه وراح بزره في عيشه وحشه، ما فيهاش بطوله عشان احنا نقعد نمجده. هو احنا بنبص له بنظره حلوه ان الولد ده بعد ما ضل فكر ويعمل ويعمل ايه؟ قال ارجع لابويا. لكن البطل الحقيقي في القصه مين؟ الاب. الاب لو تعمقنا في العلاقه دي وشفنا كم الجرح اللي سببه في قلب ابوه، موضوع صعب جدا. ده حد مين بتاع الابن. في شخصيات كتيره، بس احنا النهارده هنركن الولد شويه وهنصطدم مع مين؟ هنتكلم مع الاب وهنصطدم مع الواد الايه؟ الكبير. وهقول لكم ليه الواد الكبير اللي انا عمري ما اتكلمت عنه وما بحب اتكلم عنه، بس السنه دي فضلت اتكلم عنه، حتى كان في القداس يوم الجمعه. الحد اللي بعديه حد السامري، عايز يقول لك لو الخطيه خدتك بعيد في الابن الضال وجوعتك وحفتك وخليتك عريان ومهان، الخطيه ايضا بتعطش. هذه المراه كانت عطشانه للحب وللقيمه، وفكرت انها يوم ما تتجوز هتلاقي الحب والقيمه، وللاسف واحد ورا واحد لحد الخمسه جرحوها. عشان بيسجلوا مش عايز اقول كلام بالبلدي كتير يعني. واخدين بالكم؟ جرحوها. هي كانت فاكره ان الراجل ده هو كل املها. وانا بخاطب كل الناس اللي بتبني املها على الناس. ما تبنيش املك على حد. اللي بيبني امله على حد بيعمل ايه؟ بيتهد. لحد ما في الاخر جربت واحد تاني بطريق غير شرعي، يعني ما اسوأ مش عارف ايه من ايه، برضه الموضوع تعب. لحد ما اتقابلت مع المسيح هو المروي الحقيقي اللي قال كده: اذا كان فيكم حد عطشان يقبل ايه؟ الي. وهو اللي قال: من يقبل الي لا اخرجه ايه؟ خارجا. هو الوحيد اللي يقدر، اللي قال: تعالوا الي جميع التعب وانا ايه؟ وانا اريحكم. الحد اللي بعديها حد المخلع، ودي بيوري لك بشاعه الخطيه لما بتتمنك على الانسان بتعمل فيه ايه؟ بتشله. عارفين الحته المفتاحيه في الموضوع؟ المسيح بيتكلم الراجل ده بيقول له ايه؟ اتريد ايه؟ طب يعني المؤاخذه، يعني لما انا وقفت مع المسيح بتكلم مع المسيح اقول له: هو ده السؤال يتسال؟ يعني زي ما الاقي واحد جعان واقول له: انت عايز تاكل؟ يعني انا المؤاخذه مش شايفك عايز تاكل؟ امال بتقول له ليه اتريد ان تبرأ؟ هو عايز يحرره من الشلل، ان حتى ارادته بقت مشلوله. الخطيه لما بتتملك على الانسان مننا بتخليه مشلول. امسك واحد مثلا بيشرب حاجه كده، مش انتوا طبعا، واخد بالك، ما تبطل يا فلان، يقول لي: صدقني عايز، انا نفسي بس مش قادر. حلو جدا، انا عايز حته ايه دي؟ نفسي. ده حتى داود لما حب يتوب قال له ايه؟ توبني يا رب في ايه؟ فلما تتوب يا داود، لما انت عارف التوبه حلوه انت عايزها، قال لك مش هقدر. فحد المخلع بيورينا ان الخطيه لما بتتملك على الانسان بتعمل فيه ايه؟ خلي الانسان يبقى عنده شلل روحي. حد المولود اعمى، قمه بشاعه الخطيه لما بتتمكن من الانسان وتتملك عليه بتخلي عنده ايه؟ غشاوه. لما نسال حد: انت ليه عملت كده؟ يقول لك: انا مش عارف. هو انا كان عينيا فين؟ هو انا كان عقلي فين؟ انا ما شفتش اللي انا بعمله. هي فعلا الخطيه لما بتملك على الانسان تخليه زي ما بولس الرسول قال: يفعل ما لا ايه؟ ما لا يليق. فالخطيه لما وصلت قمتها في الانسان وصلته للعمى ايه؟ الروحي، بعد ما بعدته وغربته مع الابن الضال وعطشته مع السامريه وشلته مع المخلع، عملت هنا ايه؟ عمته. لكن لما نيجي نشوف المسيح في في سبت العازر وقف قدام القبر وعمل ايه؟ عمل ايه؟ بكى. مش بكى؟ قالوا: انظروا كم كان ايه؟ يحبه. هي دي رؤيه الناس عن المسيح. هم مش فاهمين بكاء المسيح بيبكي على ايه. ده المسيح بيبكي عايز يقول لهم: انا ببكي على الانسان اللي خلقته على صورته ومثالي وها مصيره في القبر ايه؟ نتن متحلل. بيبكي على الانسان اللي ضاع. فبكاء المسيح كان بكاء على نتيجه الخطيه. هي ايه؟ موت. اللي سمعوا ادم في الجنه من كام الف سنه: يوم ان تاكل الشجره موتا ايه؟ هو ميت. فعشان كده بكى مين؟ المسيح. لكن يوم حد الشعنين يدينا عربون النصره ونمشي مع المسيح اسبوع الالام خطوه بخطوه لحد ما نروح نلاقي نفسنا الكنيسه كلها واقفه تحت الايه؟ تحت الصليب على ايه؟ على الجلجثه. بس عايز اقول لكم على حاجه حلوه قوي، ان احنا نصوم الصوم الكبير، حلوه قوي ان احنا نعيش كل الصوم الكبير، بس يجي بعد كده فرح الايه؟ القيامه. اللي ما يقومش مع المسيح يبقى الصوم بتاعه واللي عمله كله ملوش ايه؟ اي لازمه.
مره تانيه بنكلمكم على القيامه مع مين؟ مع المسيح. دي رحله الصوم اللي بترتبها ايه؟ بترتبها لنا الكنيسه مع المسيح، وكانها مسكنه من ايدينا عشان توصلنا لمين؟ للمسيح. الموضوع اللي عايز اكلمكم فيه النهارده موجود في لوقا 15. مين حضر القداس النهارده؟ اللي حضر القداس النهارده سمع الانجيل، هو لوقا 15. في لوقا 15 بيقدم المسيح مثل اسمه مثل ثلاثي، بيتكلم على 3 امثال في مثل واحد. كانت ايه الموضوع بتاعه؟ ان الفريسين اتذمروا على المسيح وقالوا هو بيقعد مع مين؟ مع الخطاه والعشارين. شفتوا التنمر على المسيح جاي منين؟ التنمر على المسيح جاي ان هو بيحب الخطاه والعشارين. انت ليه بتحب الناس دي؟ عشان كده لما نيجي نتكلم شويه بعد شويه ونتلامس مع شخصيه الولد الكبير كلنا، انا يعني اسف جدا ما بدينش حد، انا بتكلم على نفسي. لما اقعد بهدوء مع نفسي ممكن اكتشف ان الولد ده موجود في حياتي وانا ايه؟ مش واخد بالي. ودي المشكله، ان الضلال الحقيقي والموت الحقيقي مش بكم ان انا بعيد قد ايه عن الكنيسه، بقدر ما اكون انا بعيد عن مين؟ عن الاب السماوي، عن المسيح. عشان كده القديس يوحنا ذهبي الفم لما اتطرد من الكنيسه بتاعته، طردته الامبراطوره افدوكسيا وطردوه مشوه بهدلوه، الشماسه اللي هي الخادمه يعني اللي كانت بتخدم عليه بتخدمه، بعتت له جواب كان اسمها اولمبيس، بتقول له يعني انا حزين ان طردوك من الكنيسه وخرجوك من الكنيسه. رد عليها بعباره جميله قوي، قال لها ايه؟ اخرجوني منين؟ من الكنيسه، ولكن لم يخرجوا الكنيسه مين؟ مني. هي احنا كمسيحيين لا طقوس ولا شعائر ولا مجرد كلمات ولا بنحفظ مواضيع. المسيحيه حياه. ومشكله الضعف اللي بتعيشه النهارده تجاوزا يعني بنعيشه ككنيسه ونعيشه كمجتمع او مسيحيين، ان احنا ما عندناش الحياه اللي قال عنها لكم صوره التقوى لكن تنكرون ايه؟ قوتها. عشان كده في اصحاح 15 اللي هو انا شايف انه قلب انجيل لوقا، بل هو قلب العهد الجديد، هو ملخص القصه كلها. ما هي القصه بتحكي عن ايه؟ ابن كان عايش مع ابوه، اتمرد ورفض العيشه مع ابوه فخرج بره، قعد الاف السنين. ما تبصيش الواد الابن الضال ده، الابن الضال ده مجرد بيجسد القصه الحقيقيه. قعد الاف السنين لحد ما ابوه عمل ايه؟ فكر وعمل ايه؟ وجاب هذا الولد. واخدين بالكم؟ فالقصه كلها في لوقا 15 بتتجسد كلها. انا مش عارف الوقت ممكن يسمح لنا نقرا كم ايه من ولا صعب عليكم؟ في المثل ده بنشوف الخروف الايه؟ الضال، وده بيجسد عمل الله الابن اللي هو الراعي، اللي قال في يوحنا 10 انا هو الراعي الايه؟ الصالح. والراعي الصالح يضع نفسه عن ايه؟ عن خرافه. وهو وضع نفسه ولا ما وضعش نفسه؟ المسيح ما قالش حاجه وما عملهاش. يعني كل كلمه اتكلم عنها المسيح عمل ايه؟ نفذها، طبقها، وضع نفسه من اجل احبائه حتى الموت، موت الايه؟ موت الصليب. في المثل الثاني بتاع الدرهم المفقود بيورينا عمل الكنيسه. وهنا طبعا نقف وقفه مع الكنيسه بكل طوائف الخدام اللي فيها. الدرهم المفقود فقد، الخروف فقد او ضاع وضل عن جاهل ما يعرفش. هو الخروف يعرف؟ على فكره عايز اقول لكم على حاجه، ده الخروف ده اغبى حيوان واجبن حيوان. الخروف ما فيهوش غير حاسه واحده بس هي اللي ذكي فيها وشاطر فيها قوي، او حاستين، يعني انه يعرف صوت الراعي ويشوفه يعرفه. بس بالاكثر صوته، انا عايز اقول لكم من علاقتي بالخرفان والغنم، مش البني ادمين الغنم الحقيقي يعني واخد بالك، هو يشم ريحه الراعي يعرفه. زمان لما كان عندنا الكلام ده كنا يعرف الراعي بتاعه، يعرف صوته. واخدين بالكم؟ فالخروف ضل عن جهل، لكن الراعي بذل مجهود، قعد يفتش عليه في الجبال لحد ما جابه وشاله على منكبيه. الدرهم فقد في البيت، يعني ممكن اكون افقد انا وانا جوه الكنيسه. كلام خطير نسمع لاقي كده في ايات ولا حاجات معلقينها على البيبان ولا على الحيطان في الكنيسه. وعندنا في الكنيسه خادم من الخدام طبع مقولات للاباء كده ومعلقها، لا خلاص خارج الكنيسه. نعم انا معاك 100% ومع الاب اللي قال الكلمه دي، بس مش الكنيسه الاسوار، الكنيسه كتعاليم وكحياه. وبره الكنيسه تفقد. طب في ناس ممكن تقع مننا جوه الكنيسه. اوعى يكون كلامي صادم عليكم، لو صادم ما تزعوش. واخدين بالكم؟ ممكن حد يفقد جوه الكنيسه؟ ممكن. لو في واحد فقد ومش جوه الكنيسه، ده كان في حضن المسيح اللي ادى عنه حساب. ما فيش واحد منهم ضاع غير واحد بس، اللي هو كان ابن الايه؟ ابن الهلاك. فعشان كده الدرهم فقد في الكنيسه، فقد عن اهمال، عن تجاهل. ولما نيجي عند الولد ده هتكلم عن دورنا احنا في الكنيسه او دورنا في البيت او دورنا في الحياه تجاه الناس اللي ممكن تكون بتضيع. ما حدش يغسل ايده. انا كنت في اجتماع سيدات ولقيت الام بتقول لي ابني ووديته لابونا، وابونا راح قال لها وديه لابونا الثاني، كله بيغسل ايده. لا،
احنا كلنا علينا دور، كلنا مسؤولين. المثل الاخير بتاع الابن الضال ده بيجسد عمل الله الاب، ان الولد ده ضل عن تمرد وعن اراده حره، لكن برضه ابوه عمل ايه؟ ابنه لما الواد فكر يعمل ايه؟ يرجع لابوه. في رحله العوده يقول له كده: فقام وجاء الى ابيه. مين اللي قام وجاء الى ابيه؟ الابن الضال. واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وايه؟ وقبله. نشوف كل الفعل الايجابي صادر من مين؟ الله. الولد ده ما عملش حاجه ابدا، ده قال اقوم وارجع لان انا ايه؟ انا جعان. يعني هو ما فكرش يرجع عشان خد عمل ايجابي، انا ندمان على اللي عملته في ابويا، او انا هغير اتجاهي، انا اذيت ابويا، مشاعر ابويا، اطلاقا. ده هو راجع لانه هو ايه؟ تعبان. واخدين بالكم؟ الولد ده ضجر من العيش في بيت ابوه، قال له اديني مالك، انا عايز حريه. ده اللي حصل مع ادم وحواء، اللي هو ايه؟ اديني خيرك من ايه؟ من غيرك. عارفين الناس اللي تعمل كده؟ واحد عايز منك العطيه لكن انت لا. ممكن ندخل كيس نصلي ونقف على الباب، نصلي للعذراء وماري جرجس ونفضل نقول عايزين عايزين عايزين، او تحصل معجزه معينه نمسك في اللي حصلت معاه المعجزه وننسى مين؟ ننسى المسيح. نمسك في العطيه ونسيب مين؟ العاطي. عارفين الموضوع ده مؤلم قوي على قلب المسيح. انا بقول لكم اللي يدخل يدور على القديسين بس ويسيب المسيح بيبقى مؤلم عليه. اللي عايز عطيه من ربنا ومش عايز ربنا بيبقى الموضوع مؤلم على قلب مين؟ على قلب ربنا. لكن الولد ده بعد ما مشي بعيد عن ابوه اكتشف اكتشاف ايه؟ مؤلم، اللي هنتكلم عنه بعد شويه. ان بعيد عن ابوه مفيش راحه، مفيش حريه. عدو الخير بيمثل لنا كلنا او بيصور لنا كلنا انك بعيد عن ابونا، عن ابوك، بعيد عن الكنيسه، بعيد عن التعليم، انت حر. لدرجه ممكن يقول لك سيب كنيستك دي اللي فيها شويه قيود وفيها شويه حاجات تانية، برضه لا مؤاخذه يعني احنا شداد شويه. ما تعالى انا احررك، تعالى اوديك عند ناس تاني بتفكر بطريقه تانية. انا مش بقصد على حد، بس انا بقول لك ممكن كمان ياخدك في حته بداعي ان ايه؟ انت هنا هتبقى احسن، بعيد عن بيت ابوك هتبقى حر، هتعيش حر. لكن مفيش حريه بعيد عن مين؟ بعيد عن الاب، عن الله. عشان كده قال ان حرركم الابن فبالحقيقه ايه؟ تصيرون احرارا. الولد ده كل الايجابيه اللي عنده ان ادرك انه ايه؟ انه محتاج. عارفين مهم جدا وخطوه اولى في الانسان انه يقدم توبه او يبدا حياته مع ربنا، انه يفتكر او يشعر ان هو عايز ايه؟ عايز. طول ما الانسان فاكر ان هو مش محتاج عمره ما هيفكر يرجع لمين؟ لابوه. عشان كده الابن الراجل المفلوج اللي في حد المفلوج ده، المسيح سأله سؤال: اتريد ان ايه؟ زي ما قلت لكم من شويه، انا ليه عتاب مع المسيح؟ هو ده سؤال يتسال؟ يعني لو اتنين بيحكوا مع بعض، واحد قال له انت عايز كذا، طب هو عايز كذا، لكن قال له ليه؟ قال له عشان بيحفز عنده الرغبه في انه ايه؟ انه يخلص. يقول كده رآه. السؤال اللي بسأله بقى: هل تؤمن ان ربنا شايفك؟ النهارده الشيطان بيصور للناس كلها ان انت ايه؟ انت مش متشاف من ربنا، صح ولا غلط؟ لما نيجي نبص على احداث زي اللي بتحصل جنبينا كده في سوريا، احداث بشعه، انا بطلت اتفرج، مش قادر اشوف صراحه، حقيقي بامانه الامور وصلت لحد لا يطاق ولا انساني. السؤال اللي بيتسال: هو انت يا رب شايفني؟ هو انت يا رب شايف اللي بيحصل على الارض؟ احد الاشخاص لسه بيكلمني بيقول لي هو خلاص ربنا سلم الارض للشيطان تسليم كده كامل؟ هو الله مش بيفكر في الناس اللي على الارض؟ حقيقي الوضع المؤلم اللي بنعيش بيه او بيعيش فيه المجتمع وبتعيش فيه الناس وضع مؤلم مثير لهذا التساؤل، ان هل ربنا شايف؟ يقول الكتاب كده: وفيما هو لم يزل بعيدا رآه ابوه. انا بتعزى جدا ان مين اللي شاف التاني؟ عارفين كنت هبقى زعلان قوي لو الواد شاف ابوه. عارفين ليه؟ ما يمكن نظره 6/6، واحد خيبان زي حياته الروحيه ضعيفه، مش قادر يشوف، مش هيرجع لابوه. في سفر الرعوس كنت لسه بخلص، انا كلمتكم عن الرعوس هنا المره اللي فاتت على ما اعتقد، لما بوعز جه ودخل الحقل، في 20 بنت بتلقط وسط الحزم، بنات كلهم حلوين زي بعضهم يعني. اشمعنى رعوس يا بوعز اللي انت اول ما دخلت الحقل عينك راحت على مين؟ هي ما كانتش احلى من البنات، ولا شكلها لابسه حلوه ولا لابسه ولا هو في الدماغ ده. بوعز جاي وعينه على مين؟ عينه على رعوس. عشان كده الكتاب بيقول عيني عليك من اول السنه لايه؟ اوعى يضحك عليك الشيطان ويقول لك ان انت ايه؟ مش متشاف. زي ما بقول لكم هنا، انا مبسوط جدا اللي شاف الاول مين؟ الاب. مع ان المنطق الطبيعي والتسلسل الطبيعي للقصه ماشي، للقصه ان المفروض اللي جاي هو يشوف اللي ايه؟ ده قاعد. انا جاي الكنيسه هنا وانتوا قاعدين في الاجتماع مش واخدين بالكم، انا جاي من بره عيني على حد معين، انا اللي هروح للحد ده.
لكن اللي حصل مين اللي شاف التاني؟ الاب اللي شاف مين؟ شاف الولد. وده شيء معز جدا. انا بقول لك من مكاني هنا، انت متشاف ومش منسي ومش بعيد عن رؤيه الله، بالعكس كلنا في مجال نعمه ربنا ورحمه ربنا. في ايه جميله جدا في سفر التثنيه انا بحبها جدا، يعني يقول كده: وجده في ارض قفر. الله بيتكلم في سفر التثنيه على مين؟ على الشعب اليهودي لما خرجوا بريه سيناء. قفر، عارفين يعني قفر؟ مفيش حاجه خالص، لا ميه ولا اكل ولا حاجه. وجده في ارض قفر وفي خلاء مستوحش خرب. بريه سيناء خربانه، ما فيهاش حاجه. انت ما تبصوش النهارده عشان فيها ناس بتسكن وتعمير، كانت خرابه. احاط به، زي ما هيعمل الاب بعد شويه مع الابن. عمل ايه على شعبه؟ حوط عليه، خده في حضنه، ولاحظه يعني ايه؟ عينه عليه. عارفين لما تكون حضراتكم كده، اي حد كده، او في مدارس الاحد عندنا حد معين حاطينه تحت ايه؟ تحت عينينا، راصدينه علشان ما يعملش اي حاجه. وصانه كحدقه ايه؟ عينه. هو ده الله. مهما صور عدو الخير لحد فينا ان انت مش متشاف، لا ده انا متشاف، ده انا محط انظار الله، وكأني مفيش حد غيري. طب واللي انا فيه، اللي انت فيه قصه تانية مش موضوعها النهارده، بس ثق تماما ان انت ليك خطه، ربنا راسم خطه وهدفه في الاخر انك تعمل ايه؟ تدخل السماء وتعيش معاه. رآه ابوه. تاني حاجه يقول لك فتحنن. جميل قوي الرد الفعلي لاي حد بعد التصرف ده، ان يبقى فيه على الاقل عتاب. ونحن الحمد لله نشكر ربنا لا نجيد العتاب، بل العتاب يتحول الى ايه؟ الى عقاب. يعني حد جاي يقول لي انا اسف حقك عليا، عملت حاجه الفلانيه، مش هقول له طب ماشي مش عارف اخده بهدوء، لا هعاقبه. لكن الاب ده يقول فتحنن. هل تتمتع بحنان المسيح؟ هل انت فعلا وانت محبط او ساقط او فاشل او خاطئ، وكان مهما كانت ظروفك؟ عشان كده القديس اغسطينوس سالوه عن الخطيه، قال لك الخطيه الاولى اللي هي سرقت، قتلت، زنيت، مش عارف كدبت، عملت ايه، الخطيه هي دي مش مهمه عند الشيطان، مش مهمه قوي. امال المهم عند الشيطان مين؟ الخطيه الثانيه اللي جايه وراها، اللي هي ايه؟ اليأس. هل انت هتيأس ولا مش هتيأس؟ لو يأس الانسان شكرا كده الشيطان انتصر. طب لو ما يأسش الانسان، لا ده باب التوبه مفتوح، وليه اب بيتحنن عليه. فهذا الاب لما شافه عمل ايه؟ يتحنن. عشان كده شوف في الانجيل، الاناجيل الاربعه، التعبيرات الانسانيه بتاع المسيح. بكى يسوع، تحنن يسوع. يسوع المسيح حس بجوع الناس، وحس بتعب الناس، وحس بألم الناس. كل الحياه بتاع المسيح كان بيحصل تواصل ما بينه وبين مشاعر مين؟ مشاعر الانسان. فاول ما شاف ابنه احشائه عملت ايه؟ اتحننت عليه، بدا خلاص هو عايز ابنه. واخدين بالكم؟ كان الولد متوقع توقع تاني جدا. عشان كده الكتاب بيقول لنا وفي كل ضيق تضايق وملاك حضرته عمل ايه؟ خلصهم. اوعى حد يظن انه انا في ضيق او في الم او في مشكله ربنا مش بيتحنن ولا حس. لا، ربنا بيبكي. ربنا يبكي بدموع شديده جدا، انجاز بتعبيراتنا البشريه، على ابنه البعيد او ابنه المتالم، لان في كل الامهم ايه؟ تالم المسيح. وبعد كده بدا يبان على هذا الاب افعال محسوسه، لان رآه وتحنن. دي افعال تخص مين؟ تخص الاب. الولد لحد دلوقتي ما ادركش حاجه، صح؟ احيانا كتير بيبقى الله بيعمل حاجات ليا بس انا مش حاسسها، ليه؟ مش شايفها، مش لمستهاش. يجي هنا في الشعور الاخير الثالث ده، او الموضوع الثالث ده، بدا الاب يعمل ايه؟ يركض. يقول وعلشان كده هل تشعر ان الله يركض اليك؟ اشعياء يقول له كده: طأطأ السماوات وايه؟ وانزل. كم سنه؟ 1600 و2000، حوالي 3600 5000 ايا كانت عمر البشريه قبل التجسد. كان قاعد الانسان في اشتياق وبيشتاق ان يرجع لمين؟ يرجع لربنا، لكن ما يقدرش يرجع، لان من البدايه خالص لما سقط الانسان الله حط في طريق شجره الحياه ايه؟ كروبيم بسيف ايه؟ متقلب من نار. يعني الطريق ايه؟ مقفول، لكن هو عنده اشتياق. عشان كده مين اللي جه للتاني؟ الانسان اللي راح لربنا ولا ربنا اللي جه للانسان؟ هم مش قادرين يستوعبوا فكره التجسد، لان ما زالوا بغلظه فاكرين ان الله منزع انه يجي يوصل للانسان. الحاجه الثانيه بيفتكروا ان انا اقدر اوصل لله. خليني اقولها لكم بمنتهى الصراحه: اعمال اليدين لا تخلص. مهما بذل الانسان من اعمال صالحه وامور جيده جدا، هي غير كافيه ان تخلي الانسان يوصل لربنا ويدخل السماء. امال السماء اتفتحت بمين؟ بالمسيح. ليس واحد غيره الخلاص الا مين؟ الا المسيح. عشان كده قال اي حد هيجي للاب بدوني ما يقدرش يعمل ايه؟ يجي للاب. الطريق الوحيد اللي يفتحه مين؟ ربنا. ركض هذا الاب
وشفنا المسيح في التجسد، الله في التجسد ركض نحو البشريه، ركض نحو البشريه اللي بتشتاق لهذا اللقاء، اللي هي محتاجه ترجع لكن مش قادره. وبما ان هو الانسان مش قادر، لكن الله عمل ايه؟ وفيما نحن بعد خطاه مات المسيح ايه؟ لاجلنا. اوعى تكون تفتكر لما حد يضحك عليك ويقول لك اتغير الاول وتعالى لربنا، بطل اللي بتشربه. انا مش هتكلم عن حضراتكم، انتوا حضراتكم هتنقلوا الكلام ده للناس اللي بتعمل كده. بطل الحاجه الفلانيه وتعالى لربنا، ما تبطلش. عارفين ليه؟ ما حدش هيقدر يغير مساره غير لما يتقابل مع المسيح. الست السامريه دي بتاع الاسبوع الجاي، لقاء واحد مع المسيح عمل فيها ايه؟ غير مسار حياتها. اوعى حد يفتكر ان الست دي مش شعره بمأساتها، لا 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 لا، شعره بمأساتها وشعره باحتياجها وشعره بالجوع وشعره بالاهانه وبالخزي وشعره انها وضعت املها في ناس كتير وفي الاخر خابت، شعره بكل الشعور المحبط ده. عشان كده نبره الحده اللي كلمت بها المسيح شافت فيه كل الناس اللي بايه؟ بتتعامل معاهم. بس بعد اللقاء مع المسيح عملت ايه؟ اتغير اتجاهها. وانا بتكلم عنها في مرات قلت غريب وعجيب، تلك المراه التي تهرب من الناس راح تخبط على البيبان، افتحوا تعالى اقول لكم، تقول لي كده انت بتستخبي. لكن لما مع المسيح بدات حياتها تعمل ايه؟ تتغير. ركض المسيح لمين؟ عشان كده شفنا الخروف الضال، راح الراعي يجيبه والدرهم، قامت الست ولعت المصباح او السراج وقعدت تفتش. طب والابن الضال زي ما قلت لكم اللي رجع او اللي رجع الولد هو مين؟ هو ابوه. عشان كده لما نيجي نسال عن المجاعه في تساؤل بيصور، ليه تحصل مجاعه شديده في التوقيت ده؟ ما حدش فيكم قرا الكلام ده في الانجيل وتساءل؟ طب ما امريكا ما فيهاش مجاعه، ما مش عارف مين ما فيهاش مجاعه، ما العالم فيه اماكن كتيره فيها قمه الراحه، ليه تحصل المجاعه دي؟ عارفين بس مش عايزين نتكلم فيها بالتفصيل شويه. ورا المجاعه مين؟ الاب. احيانا ربنا يقرص ودنك كده قرصه بسيطه وتقول ليه ده هو عايز يجيبك، بس عارف ان فلان ده يجي بقرصه ودن، فلان ده يجي بطبطبه، فلان ده يجي لما اديله شويه نعم يشعر بقد محبتي قد ايه رغم جحوده. في طرق عديده جدا. فالولد ده جه عن طريق الايه؟ عن طريق المجاعه. يقول وقع على عنقه. العنق في الانسان يعني هو بيمثل الاراده بتاع الانسان. عشان كده لما تلاقي واحد يقول لك ايه ده رقبته ايه؟ فلان ده غليظ الرقبه. يعني ايه غليظ الرقبه؟ عنيد. اراده الانسان في رقبته، يعني تلاقي فلان يقول لك فلان غليظ الرقبه او فلان عنيد. لكن الرقبه بتاع اللي وقع عليها الاب دي هي الرقبه اللي بتشيل النير. عارفين النير؟ ما تعرفوش النير. زمان كان عندنا ما قبل ما يجيبوا الجرارات اللي تحرث الارض دي، عارفين الجرار اللي بيحرث الارض؟ عارفين الجرار طبعا. لكن زمان كان في محلات بلدي كده خشبه وفيها حديد وليه خشبه بالعرض، يجيبوا المغزى طورين او بقرتين ويحطوا النير على الرقبه ويربطوهم ويسوقوا ايه؟ يسوقوا المغزى البقره دي او العجل اللي بيحرث الارض. طبعا اخر اليوم بعد ما يحرث الارض مع مقاومه الارض والتعب ده بيحصل في الرقبه ايه؟ بتتعور، جروح. عشان كده المسيح وقع على عنقه وقال له انا عارف ان الخطيه جرحتك، نير الخطيه كان تقيل عليك، سبب لك الم كبير وجرح، فوقع على عنقه علشان يتحد بيه ويقول له النير اللي على عنقك انا هعمل ايه؟ هشيله بدالك. المسيح شال النير. هو الصليب اللي مشي فيه طريق الصليب ده والالم ده والصليب كان بتاع مين؟ اي خطيه فعلها المسيح، بس احنا ما يفعل خطيه. مش بيلاطس قال لهم الراجل ده انا مش شايف فيه اي ذنب واي خطيه، اي خطيه. ده هو اكتر مره يقول لهم لا اي عمل انتوا بترجموني او انتوا زعلانين مني ليه؟ كل الاعمال اللي عملتها اعمال حسنه، اعمال من عند ابي، انا في ايه الوحش؟ مفيش. لكن الصليب ده كان صليب مين؟ كان صليبي انا. عارفين اللي فيه لما يقول لك انا مش في القداس او حاجه زي كده، الجراح او الالام التي سببتها انا لمين؟ للمسيح. يا جراح المسيح، واخد بالك؟ احنا اللي سببنا ده. بس الله عايز يقول لك انا هميل على عنقك عشان ارفع نير الخطيه من عليك واحطه فين؟ على حتى الخروف الضال لما رجع شاله فين؟ شاله في عنقه، على عنقه، على منكبيه، على رقبته. عشان كده ايه؟ وقع عليه على عنقه وعمل ايه؟ وقبله. القبله طبعا انتوا عارفين هي علامه الايه؟ القبول. صح؟ في واحد كده يقابل واحد بيحبه اول ما يشوفه يعمل ايه؟ ياخده بالحضن ويقبله. وفي واحد تاني يشوف واحد مثلا ما يعرفوش خالص بس سلم عليه من بعيد لبعيد، ما فيش دله بينه وبينه، وقع على ابنه عمل ايه؟ وقبله. تقول له عذراء النشيد كده ليقبلني بقبلات فمه لان قبلاته اطيب من ايه؟ من الخمر. القبله دي هي قبله القبول. عشان كده لما نيجي الشويه اللي قدام عند الولد الكبير، الغلام او العبد بيقول لاخوه الكبير ايه؟ اخوك رجع في اباك عمل ايه؟ قبله، قبله يعني. فعايز يقول له انت مقبول. هو انا يا رب ممكن ابقى مقبول منك حتى في حالاتي الوحشه؟ لو حد عنده حد يعرف حد عزيز عليه
كلنا كده مع بعضينا، لو في حد الله قدر ما جاش الاجتماع تعبان شويه، تلاقي هو الشخص ده اللي بيحظى باهتمام ايه؟ اكتر من الاخرين. احد الاباء يقول لك لو واحد عنده حد في البيت معوق ولا حاجه، تلاقيه ده اكتر واحد بياخد اعتناء. فعايز يقول له انت مقبول حتى بعد الخطيه. عشان كده دايما نقول الله يكره الخطيه لكنه لا يكره مين؟ لا يكره الخطاه. يقول الكتاب عزيز في عيني الرب موت ايه؟ اتقيائه، اللي هو موت الايه؟ موت الخطيه. عشان كده بيقبل عنقه يشيل عنه نير الايه؟ نير الخطيه. فمره من المرات كان قصه من القصص ان في ولد كان عامل مشاكل مع ابوه زي كده، قصه حقيقيه معاصره يعني، مش هنا في اوروبا، وخد من ابوه الفلوس كتير كلها، وخد كل حاجه، وفعلا ساب القريه او ساب البلد وطلع راح ايه؟ راح المدينه. وانتم عارفين المدن في اوروبا يعني الحياه فيها كده مفتوحه شويه. قاعد يبذر فلوسه ويعيش بطريقته اللي عاش بيها مع الناس الحلوين ولا الوحشين، وفي الاخر خلص كل حاجه وبيه حاله زي حال مين؟ زي حال الابن الضال ده. فقرا القصه دي او حد سمعها له في مكان ما، فتساءل سؤال: هو انا لو رجعت لابويا فعلا ممكن يقبلني زي الراجل ده اللي قبل ابنه؟ فالشخص اللي بيكلمه قال له: ايه المشكله؟ شوف اكيد ابوك هيقبلك. قال له: معقول يقبلني؟ ده انا عملت وعملت وعملت وقعد يعدد. قال له: انت عملت، لكن روح شوف عمل ابوك. فبعت جواب لابوه بيقول له ايه؟ يا بابا انا لو رجعت هتقبلني؟ طبعا ابوه ما ردش عليه، واخد بالك؟ ابوه ما يعرفش عنوانه ده، هو بعت الجواب كده وخلاص. قال له: طب انا في اليوم الفلاني هعدي من قدام البيت، كان في قطار او قطر بيعدي من قدام البيت، وانا هبص من شباك القطر، البيت جنب القطر كده يعني، لو انت معلق لي شريط ابيض على الباب هعرف ان انت بتقول لي اهلا وسهلا ايه؟ تعالى. فالولد ركب القطر وكله توجس وقلق، طبعا موضوع مصيري، هو نفسه يرجع بيت ابوه، هو تعب وعايز يرجع بيت ابوه، بس هل هيقبلني؟ فقعد في القطر قلقان، ومن كتر القلق واحد قاعد جنبه شخصيه حلوه كده كبيره، قال له: يا ابني مالك انت قلقان ليه؟ قال له: ده الوضع كذا كذا كذا. قال له: ما تقلقش ابوك يقبلك. قال له: لا. فقال له: طب انا عايز القطر يهدي شويه قدام البيت عشان اقدر املى عيني، هل ابويا معلق حاجه ولا مش معلق؟ فالراجل كلم سواق القطر قال له: لما تيجي في الحته الفلانيه اهدى شويه، بس هدي ما توقفش، هدي. فلما هدى القطر فيبص الولد من الشباك يشوف البيت بتاع ابوه عامل ايه؟ مش شريط واحد، ده كادت ملامح البيت تختفي من ايه؟ من كتر الشريط. قطع كل حاجه بيضه في البيت وعلقها على البيت وعلى البيبان وعلى الشبابيك وعلى السور، كانه بيقول له ايه؟ احنا اللي في انتظارك واحنا اللي عايزينك، مش انت اللي عايز ايه؟ عايز ترجع. هو ده المسيح. عشان كده الفرق بيننا وبين الاخرين يسعوا الى الله ولا يصلوا اليه. دي حقيقه مش محتاجه اسف، لان دي واقع. نحن لا نسعى الى الله، بل الله يسعى ايه؟ الينا. كل يوم وكل لحظه وكل دقيقه المسيح بيقول لك: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الايه؟ الاحمال. بسرعه كده، لو عقدنا مقارنه ما بين الغربه او الكوره البعيده وبين مين؟ وبين بيت الاب. الولد ده مشي من بيت ابوه محمل بطموحات وحاطط لنفسه امال هعيش في حريه وشبع، صح؟ لكن لما راح هناك لقى ايه؟ لقى غربه، لدرجه ان لما اعتاز قعد يدور على حد يساعده، ما لقاش حد ايه؟ يساعده. ويمكن الراجل اللي بعته يرعى الخنازير واحد من اللي كان بيقعد ياكل من فلوسه. هو ده الشيطان، يقول لك: تعالى بعيد عن ابوك، تعالى بعيد عن، انت ليه لامم نفسك على بتوع الكنيسه؟ وكل شويه تعالى نروح نصلي، تعالى نحضر قداس، تعالى نحضر اجتماع، ما تيجي نروح مش عارف نلعب فين ولا نغني فين ولا نرقص فين، وهتتبسط. وبعد ما تخلص خالص بتترمي. ويمكن ده تعقيبا عن النفوس اللي تعرضت لمشاكل الفتره اللي فاتت. هي الغربه فيها ايه؟ بعيد عن بيت ابوك، بعيد عن بيت ابوك، بعيد عن السماء، بعيد عن الكنيسه، مفيش غير غربه. يقول كده لما اعتاز قعد يتلمس يدور ان يلاقي حد، مش لاقي. لما الراجل راح له راح ارسله. لو خدتوا بالكم من كلام الكتاب المقدس، على فكره اقروا الكتاب المقدس بطريقه ثانيه خالص، مش قرايه كده وخلاص، اقروه بتمعن. ارسله، عارفين ارسله يعني ايه؟ قال له: اوه يلا، انا مش عايز اقول تعبير يعني، روح على الخنازير، روح في اي مكان وخلاص. لقى في الغربه عري. لقى في الغربه ايه؟ عري. اتكشف عريه. لقى جوع ولقى عطش وكان حافي. عارفين الحافي ده هو العبد. في العهد القديم او في ايام ما كان في عبيد، كان الشريعه او الناموس بيقول ان العبد ما يلبسش ايه؟ حذاء. لكن اللي يلبس حذاء مين؟ هو الابن. والولد عايش عيشه عبيد. فالواد اللي ابن الراجل ده، اللي ابن الغنى ده، ابن العز ده، ابن الراحه ده، ابن كل حاجه حلوه دي، في الغربه لقى ايه؟ لو انت الواحد بيفكر انا راح اعمل خطيه ولا اعمل حاجه ولا استجيب لحاجه بره وحشه جدا، تعال بص بهدوء عن اعقد مقارنه او مفارقه بسيطه جدا ما بين حال الولد في الغربه في القرى البعيده وحاله فين؟
وحاله ببيت ابوه. عشان كده لما رجع لابوه عمل له ايه؟ قال لهم ايه؟ لبسوه حذاء. عارفين اللي لبسوه حذاء؟ لان هو مش عبد ولا اجير، هو الواد كان راجع وقمه طموحه ايه؟ انتوا شكلكم نمتوا مني. يشتغل اجير مش عبد. عارفه ليه؟ ده العبد ده درجه ارقى من الاجير. ليه بقى؟ الاجير ان انت تطلع الشارع تجيب واحد يخلص لك شغلانه ويروح، ما يباتش في البيت وانت مش ملزم باكله ولا شربه. لكن العبد ده، العبد يبقى في البيت، يقعد ياكل ويشرب يعني عايز يقول ان انا لو اعتبرني ابويا زي الاجير اللي بيجي يشتغل باجرته ويمشي، ده حاجه حلوه. لكن وفيما هو راجع وحاطط في دماغه ان انا راجع على امل ان انا اكون اجير، كان ابوه بيقول له ايه؟ لا ده انت ابني. عشان كده قال لهم لا، اول حاجه قال لهم لبسوه ايه؟ حذاء. وليه حذاء روحيا؟ لان رجليه اتجرحت من الشوك اللي في الارض. والشوك ده نبت منين؟ من الخطيه. لان قبل الخطيه نقرا في سفر التكوين، الله لما اتكلم مع ادم قال له روح الارض تنبت لك شوكا وايه؟ وحسكا. طب كان فين الشوك والحسك ده؟ ما كانش موجود. لان الشوك والحسك ده هو الحسك ده والشوك هو نتاج الايه؟ الخطيه. عايز يقول لابنه من غير ما تتكلم انا غفرت الايه؟ غفرت الخطيه ضمنيا في التعبير، من غير ما يفتح انا عملتك ابن، مش عايزك تتكلم في النقطه دي تاني. وكساه، لان الخطيه بتعمل ايه؟ بتعري. بعيد عنكم كده يعني، كان عندي احد الاباء يقول لك كده الخطيه تعمل ايه؟ تجرس وتفلس وتنجس، تعمل كل حاجه في الانسان، تخلي الانسان عريان. وهو هدف عدو الخير انه يعمل ايه؟ يعريك، يعريك ويكشفك. مش انا ما وصلتش العري الجسدي، العري النفسي والعري الروحي. تاني حاجه يعني نذبح العجل الايه؟ المسمن، لان ابني ده جعان هفتان. والعجل المسمن بيبقى مذبوح عندنا في الكنيسه كل ما نعمل ايه؟ كل قداس. عشان كده ادخل انا اقول انا هروح براحتي مش هحضر القداس ولا اتناول، انا هبقى عامل زي الواد الكبير اللي يدخل يلاقي العجل مذبوح جوه ويقعد فين؟ يقعد بره. عشان كده نشوف مفارقه عجيبه جدا ما بين حاله الولد في الغربه وفي الكوره وحال الولد فين؟ في بيت ابوه. في ايه جميله جدا موجوده في ايوب يقول لك كده: وللذليل يكون رجاء وتسد الخطيئه ايه؟ فيها. انا لقيت الايه دي على جنب كده في ايوب، مع انها خطيره جدا. عايز يقول لنا كده الروح القدس على لسان ايوب: ولو اتذليت في الخطيه، ولو الشيطان قال لك ان انت خلاص مالكش اي فايده، انت وحش قوي غير مقبول ومذلول، ليك ايه؟ ليك رجاء. مجرد الواحد يحول اتجاهه تاني ويفكر يرجع لابوه، صدقني زي ما بتقول الترانيم اللي بترنموها، تمشي له خطوه يمشي لك ايه؟ كم؟ 2؟ لا ده حضرتك كده لا مؤاخذه يعني، ده يمشي الاف. ده يقول الكتاب خلي بالك الواد وهو راجع لابوه راجع وبخطى مثقله. معلش خلينا نتكلم بواقع طبيعي بدون ادانه لاي حد. لو انا مزعل حد فيكم وداخل الكنيسه جاي عشان ايه؟ يا ترى هيقبلوني في الكنيسه ولا مش هيقبلوني ولا في اجتماع، هبقى ماشي بقدم خطوه وارجع ايه؟ خطوه بخطى متثاقله. لكن اللي شفناه ان الاب اول ما لمحه وعمل ايه؟ جري عليه. وهنا بيبان لنا ليه الاب رآه الاول وليه الاب ركض اليه. لان هو طبقا للشريعه هذا الولد كان ابن ايه؟ ابن ايه؟ ابن عاق يستحق الايه؟ يستحق الموت. طبقا للشريعه اللي كانت موجوده عندهم، لو ولد عمل اللي عمله الولد ده مع ابوه يسلمه لشيوخ القريه ياخدوه يعملوا فيه ايه؟ يرجموه. فعشان كده المبرر ان ليه الاب جري لحقه بره المدينه، لان الولد ده لو حط رجله جوه المدينه يحصل ايه؟ هيموت. هيموت. وده اللي عمله مين؟ عمله الله لينا في التجسد والصليب، ان الانسان لو فكر يحط رجله جوه الجنه الملاك الكروبيم هيعمل ايه؟ هيموته. عشان كده سبق وطلع يجري على مين؟ على ابنه، ووقع على عنقه وقبله وخده في حضنه. عايز يقول لاهل القريه ايه؟ محدش يقرب منه. طب لو انا عايز ارمي طوبه على الولد ده هتيجي في مين؟ هتيجي في الاب. هتيجي في الاب. وده اللي حصل في الصليب. كل الصياط اللي اتضرب بها المسيح، يمكن لو شفتوا في منظر الجلد بتاع المسيح كان فيه عمود صغير كده ومربوط فيه وهو ايه؟ مميل عليه كده، يعني كده مميل عليه، محني عليه، وكانه بيقول لك العمود ده هو مكانك انت، بس انا ميلته هتحمل كل الجلدات والصياط عنك. عشان كده واخدنا بالنا من المنظر، كل الصياط كله نازل على مين؟ على المسيح. والعمود الصغير ده اللي كانوا يتساءلوا ليه العمود الصغير ده؟ عايز اقول لك ده مكانك انت. كل اللي نازل عليا ده كان نصيب مين؟ كان بتاعك انت، بس انا ايه؟ خدته مكانك انت. الحته الاخيره بقى اللي كانت مضايقاني الاسبوع اللي فات، انا اتضايقت فعلا الاسبوع اللي فات او اسبوعين. كلنا عشنا الاحداث اللي بنقرا عنها او نسمع عنها في الميديا، بتاعت بنت من بناتنا، ولد من ولادنا، القصه دي. في الحقيقه الولد الكبير ده انا لاحظت ان كل اللي بيوعظه
وكل اللي بيعلمه في الموضوع ده بتاع الابن الضال بيجوا عند الولد ده يعمل ايه؟ فرمل. لدرجه ان انا فكرت انا نفسي، هو انا ما بتكلمش على الواد ده خالص ليه؟ هو انا ما بفكرش فيه ليه؟ لحد ما اكتشفت بعد الاحداث اللي حصلت والتجريح اللي بدا يطلع على الميديا من بعض الناس لهذه النفوس، ايه ده؟ هو احنا ممكن نكون واقفين مكان الواد الكبير؟ لما قعدت اقرا النص تاني بتاع الولد الكبير ده قريته برؤيه تانيه مختلفه. ايه ده؟ هو انا ممكن اكون انا؟ واكتشفت في الاخر ممكن يكون انا الاقي نفسي انا في الولد ده، او الاقيه فيا وفي اخرين كتير جدا. هل يا ترى لو لينا حد راجع من بره، من الغربه، من التجارب، من الالم، حتى مهما كان منظره او منظرها او شكله، هل هيلقى عندنا قبول ولا هنقف موقف الايه؟ الولد ده. الولد ده عمل ايه؟ الولد ده ابن بس عايش بقلب الايه؟ بقلب الاجير. الولد اللي رجع من بره كان نفسه يبقى ايه؟ اجير، لكن ربنا رد له ايه؟ رد له بنوته. يقول عنه الكتاب كده: فخرج ابوه يطلب اليه. الولد ده راجع من الحقل، راجع من الخدمه، قد يكون خادم ولا امين خدمه زي حضرتك كده او خادم زي حضراتكم، او حاجه اكبر بشويه، واخدين بالكم انتوا عارفين يعني، في الكنيسه. حلو قوي، بيقضي حياته كلها في الخدمه. لو مشينا ورا سياق الحديث هنلاقي الولد ده مثالي ونموذجي، مش عايزه كلام. لدرجه احد الكتاب كتب كتاب وقف في صف الولد ده ضد الاب، وبيعتب على الاب. الولد ده صادق في كلامه، ده السياق، لكن الحقيقه مش كده. فلما رجع لقى هيصه وفرح. عارفين لما واحد يعتاد ان في مكان معين ما فيهوش حاجه حلوه خالص، ويرجع يلاقي الدنيا، هو انتوا في ايه اللي جرى لكم؟ اجتماع زي كده هادي جدا وفل، وزي ما يدخل مثلا يلاقوا الدنيا مليانه كده كيسه، ربنا يكرم ان شاء الله، اجي اسبوع مره كده بعد شويه الاقي الكيسه مليانه. هو ايه اللي حصل؟ ما كانش كده الدنيا. فجاب غلام من الغلمان وقال له: قول لي هو ايه اللي جوه البيت، انا مش فاهم. قال له: اسكت، اخوك عمل ايه؟ رجع واباك قبله ايه؟ سالما، وذبح العجل الايه؟ المسمن. تعمل ايه؟ كان من المتوقع الولد ده يجري على جوه يعمل ايه؟ ياخد اخوه بالحضن ويبقى فرحان. ده بالعكس، انا اكثر طموح بقول المفروض كان يروح يدور على مين؟ على اخوه، على اخوه، يدور على اخوه البعيد، مش كمان يستناه لما يرجع. يقول كده: فخرج ابوه يطلب اليه فاجاب وقال لابيه. بصوا بقى الحوار. انا الهدف من الكلام اللي انا بقوله ان انا ما ادينش هذا الولد، ومن انا لا ادينه هو ولا غيره. انا بس بقرا النص بصوت عالي معاكم، لربما اكون انا في مكان الولد ده وانا مش عارف. ربما اكون انا عايش تدين شكلي، تدين مريض مش حقيقي. علاقتي بابويا علاقه الاجير اللي بيتكلم عنها هذا الولد. اسمعوا بقى بيقول له ايه: فخرج ابوه يطلب اليه فاجاب وقال لابيه. الاب خرج للاثنين. ربنا ما عندوش تمييز بين حد ابدا. يجينا الولاد في مدارس احد يسالونا: طب وذنب الناس اللي ما تعرفش المسيح؟ ما فيش حد على الارض ما يعرفش ربنا. هتقول لي ازاي؟ انا اقول لك ان الله عنده طرق كتيره جدا بيوصل لكل الناس. في ناس بيوصل لها عن طريق الكلام، ناس بتوصل لها عن طريق العمل. الله بيحرك قلوب الناس، الله بيدي الطبيعه، الناس بتفهم من الطبيعه وجود ربنا، الله بيخاطب الجميع. زي ما يقول عنه معلمنا بولس الرسول في العبرانيين: الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما كلمنا النهارده في مين؟ في ابنه. فعشان كده كل الناس بيوصل لها ربنا، كل الناس محبوبه من ربنا، مفيش عند ربنا واحد حلو وواحد وحش. زي ما خرج لاستقبال الابن الصغير وعرف الواد الكبير مش راضي يدخل وزعلان، عمل ايه؟ خرج. يبقى الاب خرج ايه؟ خروجين، خرج للصغير وخرج للايه؟ للكبير. الله ما عندوش محاباه. عشان كده في احد الرسائل وانا قال لك لما يبدا ربنا يحاسب قال كده ما عندوش محاباه. يعني احنا اولاده هنقف قدامه، هنقف قدامه، وهيقول لك اديني حساب وكالتك. مهما كنت بقى ليك حساب وكاله هتقدمه. فخرج ابوه يطلب اليه فاجاب وقال لابيه: ها انا اخدمك. ها انا ايه؟ اخدمك. سنين هذا عادتها، انا بخدمك دي سنين كتير جدا. وقد لم اتجاوز وصيتك، انا ماشي على ايه؟ على الشريعه وعلى الناموس. وجديا لم تعطني، قد لا افرح مع ايه؟ مع اصدقائي. يبدو الحوار لحد كده انه طبيعي، صح؟ طبيعي. ابن كبير بيعتب على ابوه: انا حلو، انا بسمع الكلام، انا بخدمك، انا شغال الشغل اللي انت بتقول عليه، ايه المشكله؟ انا احسن من اخويا الصغير. ما هي الموضوع جواه قبل ما ينطقه بقى بشويه. بيقول له: ها انا اخدمك. هو انت علاقتك بابوك ايه؟ هو انا داخل الكنيسه واصلي بس عشان عايز انجح، ولا عشان عايز اشتغل الشغلانه دي، ولا اتجوز الجوازه دي، ولا عايز من ربنا صحه، ولا خايف من المرض مش عارف ايه فماشي جنب الحيط وبحاول اكون علاقتي حلوه مع ربنا عشان يسترها عليا؟ هو انا علاقتي بربنا ايه؟ هل هي علاقه نفعيه ولا علاقه حب؟ لو علاقه حب يبقى علاقه ابن لمين؟ لابوه. لكن علاقتك انت بابوك دي علاقه نفعيه، بعلاقه اجير بمين؟ بسيد.
ها انا اخدمك، مع ان هو ما كانش بيخدم ابوه. الولد ده كان بيخدم ابوه؟ انتوا نمتوا ولا انا بعيد عنكم؟ طب كان بيخدم مين؟ كان بيخدم نفسه، لان ابوه لما قسم معيشته للاثنين الولد ده خد نصيبه وعمل ايه؟ ومشي. وما تبقى بتاع مين؟ يعني حبيبي الخير ده لو بيزيد وينمو ده بتاعك انت مش شغال عندي خدام، ده انت لو كنت بتتعب لمين؟ لكرمك انت. ورغم ذلك قال له ها انا سنين اعمل ايه؟ اخدمك. خيبه، اسف في التعبير يعني، لما اقف قدام ابويا واقول له انا بخدمك. لما انت حضرتك في البيت انا تجوزا يعني تقول لابوك انا احسن من اخويا، انا بعمل لك كل اللي انت عايزه، انت خدام؟ انت خدام؟ انت ابن. قال له ها انا ايه؟ اخدمك. علاقه نفعيه، علاقه اجير اللي قال عنها في يوحنا 10 لما المسيح كان بيتكلم عن الراعي الصالح، اتكلم عن الاجير. قال الاجير يعمل ايه؟ يرى الذئب مقبلا فيعمل ايه؟ يهرب. طب الغنم هتضيع، الرعيه هتضيع، مش مشكلتي، اصل انا اجير بالاجره. والاجير اللي كان نفسه الولد الصغير انه يوصل لهذه المرتبه، لكن ابوه لا عايز ده اجير ولا ده اجير، ده عايزه ايه؟ عايزه ابن. هذا عادته وقد لم اتجاوز وصيتك. هو انا ماشي على الوصيه، انا ما بعملش الخطيه الفلانيه ولا بعملش الموضوع الفلاني عشان مستني خايف من عقوبه ومستني مكافاه، ولا عشان انا بحب ابويا ومش عايز اغضب قلب ابويا؟ موضوع مهم جدا وفارق في حياتنا كمسيحيين. معلش انا اسف جدا، لو انت خايف تعمل الخطيه عشان خايف من نتائج الخطيه انت ما بتحبش ربنا. خايف اعمل خطيه جسديه يجيني مرض المناعه ده ولا مش عارف ايه، خايف اعمل مش عارف ايه يشوفوني ايه، المجتمع يقول عني ايه، ربنا هيبص لي ازاي، يبقى دي علاقه نفعيه وعلاقه مريضه. انا مش عايز اعمل الخطيه ولا اعمل الشر وماشي بطبق الوصيه ولا ماشي على وصايا ربنا علشان انا بعمل ايه؟ بحب ربنا. ده المسيح بيقول للشاب اللي كان جاله في مره بيقول له حفظت الناموس؟ قال له اه. قال له بما يتعلق الناموس؟ قال له ايه؟ قال له يحب مين؟ حب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك. وقال له ايه تاني؟ وتحب قريبك ايه؟ كنفسك. قال له، راح المسيح رد عليه وقال له بهذا يتعلق الناموس والانبياء. هي الحوار كله علاقه ايه؟ محبه. محبه. عشان كده يقول كده نحن نحب لانه هو عمل ايه؟ احبنا اولا. ضروري ان كل واحد فينا يراجع علاقته بربنا في ضوء الروح القدس، يقعد يفحص نفسه، هل انا فعلا بحب ربنا ولا انا ماشي عشان انا ماشي مع القطيع؟ انا ماشي عشان فلان وفلانه وفلانه وعلانه، او عشان افضل طول عمري عنصر من المجتمع ده ما انعزلش عنه؟ ولا انا بدخل الكنيسه وبصلي عشان مستني شويه عطايا، اطلع اجري على العذراء ويا عذراء يا ماري جرجس اعمل لي وسوي لي؟ طب لو ما اتعملش علاقتك تنجرح مع ربنا، تتهد مع ربنا، يبقى انت اجير. لكن انت لو عينك شايفك كابن، الابن يرى ما لا يراه مين؟ الاجير. قال له وقد لم اتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني. انا ده كنت دايما لما اجيب سيره الولد ده اتكلم عليه اقول الولد ابو ايه؟ ابو جد. عجيب قوي الانسان لما تبقى علاقته بربنا علاقه مجروحه وعلاقه مش حلوه يدور على حاجه لا تذكر. جد ده في عجل مسمى، مش عجل مسمى، مش عجل طبيعي علفناه واكلناه وسمناه عشان نذبحه، العجل. عارفين يعني ايه العجل؟ بالله في القلم واللام، يعني العجل اللي عليه العين اللي هو مخصص مذبوح. تعالى كل مع اخوك ومع ابوك ومع الناس ومع كله مع بعضه وافرح. لا انا عايز جد، انا عايز جد. وده طبيعي جدا في حياتنا بيحصل لما ربنا بيدينا حاجات كتير جدا وتيجي على حاجه صغيره ما ناخدهاش بنعتب قوي على ربنا. طب انت عارف قال ايه؟ يمكن انا مديك العجل اللي احسن من الجد، انا ليا بعد تاني. الحاجه اللي انت اتحرمت منها او حسب رؤيتنا ان اتحرمنا منها، ربما انا مديك حاجه احسن منها. ده يكفي بنوتك للاب. العالم كله النهارده بيعمل ايه؟ بيتناحر ومش لاقي راحه. احدى البنات العابرات في مره كنت اتفرجت على الفيلم بتاع البرنامج بتاعها ولا حاجه زي كده، كانت كل مشكلتها واللي جابها للمسيح ان زميلتها المسيحيه لما بتصلي بتقول ابانا الذي، ابانا. انت متخيل البنوه دي؟ متخيل لما يقول له كده واحد بس هيرجع السماء هتفرح بيه اكتر من 99؟ انت متخيل انت ازاي ربنا بيفتخر بيك؟ ده في مره من مرات في العهد القديم في ملك اسمه اخاب، تسمعوا عليه؟ كان راجل شرير جدا ومتجوز واحده اشر منه. اشر منه. وبعدين لما راح ربنا قال لي ايليا روح قول له يا اخاب انا هعمل فيك كذا زي ما عملت في نابوت اليزرعيلي. فخاب راح عمل ايه؟ اخطيت انا وبيتي. يا دوبك اول ما قال الكلمه دي نلاقي ربنا في فرح جميل وبطريقه زي ما يكون بيتحدى ايليا. قال له انظر يا ايليا. قال له انظر عليه. قال له كيف اتضع يا اخاب امامي؟ انت فرحت يا ربنا يا رب بحته كلمه بحته توبه صغيره؟ لان من الانسان بيتوب على انه ابن.
وجديا لم تعطني. ما خليش حاجه صغيره ممكن اكون اتحرمت منها تحت اي ظرف من الظروف او تحت اي بند من البنود تحرمني من ربنا او تخليني ما اشعرش بايه انه عمل ايه، انه ذبح العجل عشاني. العجل كل يوم في القداس مذبوح على المذبح، والجميع مدعو الى العرس. عارفين المثل بتاع عرس الخروف؟ هو ده مدعو للعرس. جه قال له واحد تعالى، قال له اشتريت حته زرعه راح اشوف الارض، والتاني قال له شريت مش عارف 10 ازواج بقر، والرابع مش عارف اتجوزت، والخامس ايه؟ هو عايز يقول لك ايه؟ مش الارض ولا البقر ولا الجواز حاجه وحشه تعوقك عن ربنا، لكن الاولويات وترتيبها بيت ايه في حياتك؟ انت اولوياتك ايه؟ القصه مش قصه ايه؟ مش قصه مفيش حاجه وحشه. اسمعوا بقول لكم عشان غالبيتكم شباب يعني، لا المال وحش وشر، ولا الجواز شر ولا وحش، ولا الفلوس ولا الغنى ولا التعليم ولا اي حاجه على الارض وحشه. لكن امتى الحاجه دي بتبقى وحشه؟ لما اشيلها من مكانها واحطها قدام مين؟ قدام ربنا. فلوسي الاول، مركزي الاول، كرامتي الاول، بيتي الاول، مش عارف ايه الاول. عشان كده المسيح قال له من احب احد اب او اخ او افضل من اكثر مني لايه؟ يعني يا رب انت ما تقول لنا ما نحبش ابونا وامنا ولا اخواتنا ولا اولادنا؟ لا، ده بقول لك ما تحبوش اكتر من ربنا، ما تحبوش محبه ايه؟ خاطئه. قال له وجديا لم ايه؟ تعطني، قد لا افرح به مع مين؟ وهنا يكمن المكمن الخطير جدا. انت مش افضل من اخوك في حاجه بقى. اخوك خد الفلوس وراح فين؟ عند اصدقائه، اصدقاء الشر لما راح تلم عليهم دول في الحته البعيده، وانت عايز الجدي تفرح بيه مع مين؟ مع اصدقائه. يعني انت برضه مش اميز منه، انت مش عايز تفرح معايا، مع ان الفرح الحقيقي مع مين؟ معايا انا. فرحا افرح بايه؟ بالرب. ولما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني، هنبدا بقى في ان قله المحبه تقودك لمين؟ للادانه. ولما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل ليه؟ المسمن. على ان يعني الولد ده يعني هياكل العجل وحده. يعني تخيلوا احنا عازمين واحد على العجل هياكل العجل وحده؟ العجل مذبوح للكل. عشان كده خلي بالكم المسيح لما بيبقى على المذبح للكل، الكل مدعو. ولا ابونا بيقول لا دول حلوين ودول وحشين، ولا ده ياكل وده ما ياكلش. المسيح ما بيردش حد. فقال له يا بني، يا بني. خلي بالكم ان احيانا الانسان لما بيقع في الخطيه صورته عن نفسه بتتشوه. هنشوف الولد ده شال نفسه من مكان البنوه لابوه وحط نفسه مكان الاجير. ابوه هنا يقول له لا انا عايز اصلح صورتك الذاتيه عن نفسك، انت مش اجير. فقال له يا بني. بني دي مش تصغير على قدر ما هي ايه؟ تدليل، بيدلله. انت معي في كل حين، وكل ما هو لي فهو ايه؟ فهو لك. عارفين الشريعه كانت بتقول ايه؟ لو اب قسم تركته زمان كان ممكن تتقسم التركه في العهد القديم، بس بشرط محدش ياخد حاجه. يعني انا مثلا عايش، انا ما عنديش عيال، مش متجوز اساسا، واحد عايش وعنده شويه بيوت وشويه بتاع كده. بتحصل احيانا لما الراجل يخاف على عيالهم ايه عشان ما يخبطوش مع بعض، فيروح مقسم الايه؟ التركه. انت البيت ده وانت البيت ده، انت الحاجه دي وانت الحاجه دي، بس تفضل الحاجه تحت سيطره مين؟ الاب، لحد ما الاب يعمل ايه؟ يتنقل. الغريب ان حتى الاب لا يمكن ان يتصرف في التركه التي تم تقسيمها. شفتوا جمال الشريعه؟ ده عايز يقول له كل ما لي فهو لك، وانا مش هقدر، مش هديه لحد تاني، ده نصيبك. انت ليه قلقان؟ والولد ده ما خدش نصيب، ده خد كام؟ خد نصيبين، لانه البكر. عارفين الشريعه كانت بتقول لابن البكر ياخد ايه؟ نصيبين. عشان كده نشوف العهد القديم ان يعقوب راح وهب يوسف ايه؟ ضيعه. ليه ضيعه؟ حته زياده، عايز يخلي يقول ليوسف عشان راؤوبين كسر البكريه، انا بعتبرك البكر مكانه. فانت واخد نصيبين وعمال يزيدوا، لان ايد ابوك فيه بالبركه. فكل ما ليه، كل ما هو ليه فهو ايه؟ لك. مش هينقص منك حاجه. اوعى تفتكروا ان حد هياخد من نصيبك في السماء حاجه. بطرس الرسول لما راح المسيح كان بيغسل رجلين التلاميذ، قال له حاشاك يا رب ايه؟ ما ينفعش. قال له لو ما غسلتلكش رجليك ما يكونش لك نصيب ايه؟ معايا. لكن فيا انا لا، ده نصيبك محفوظ. تخيلوا يا احبائي السماء زي ما انتوا قاعدين كده في الكنيسه، المكان ده بتاع فلان وده بتاع فلان وده بتاع فلان وده بتاع فلانه وهكذا زي ما احنا قاعدين. طب حد هيدخل مش هيلاقي مكانه؟ لا، مكانك محجوز. مليار بشر، مليارين، 10 مليار، 100 مليار، ما زي ما يكونوا، كل واحد ليه مكان في السماء. بس هنبقى المنظر زي منظر الكنيسه كده. لما تخيلوا الله بيتجول في وسط السماء كده ويبص يلاقي المكان الفاضي ده ويبص عليه، ده كان بتاع مين؟ كان بتاع فلان اللي كان في يوم من الايام ايه؟ ابني. ولكن كان ينبغي ان نفرح لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا في ايه؟ فوجد. نترك كل العطايا ونركز في الحاجه اللي ما خدناهاش.
الولد ده وقع في عده خطايا منها ادان اخوه وتذمر على الاب وعايش اجير وليس ابن. خلينا نحذر من خطيه الادانه لان دي اكتر خطيه منتشره جوه حياتنا حقيقي. بس خلي عندك اهتمام، او خلي عندك تاخد بالك ان اللي بيدين الانسان بيدين مين؟ بيدين ربنا. وهو هنا ادان ابوه وادام تصرف ابوه، عايز يقول لابوه اللي انت عملته ده مش حاجه مش حاجه حلوه، انت قبلته مع ان المفروض بتعمل ما تقبلهوش. ما هو بيدين اخوه، بس في ادانه اخوه بيدين مين؟ بيدين ابوه. الكتاب بيقول لك كده: من انت من تدين غيرك، ولو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. وفي ناس مجروحه من الاسره. وهنا اللي انا عايز اوصل له ان الواحد ياخد باله من الناس اللي حواليه، سواء في محيط الاسره او في محيط الكنيسه. هل انا بجيب الناس لربنا ولا اكون بتسبب في ضياع؟ الولد اللي رجع الصغير ده لو قابل اخوه قبل ما يقابل ابوه كان هيعمل كان هياخد في وشه ما يرجعش تاني. اول ما كان يشوف اخوه كان هيديهم له. عشان كده لما نيجي نتعلم حتى علاقتنا مع الاخرين نروح لسفر الرؤيا نشوف ربنا بيتعامل مع ملاك الكنيسه ازاي. ملاك الكنيسه ده كان عامل مشاكل كتير وربنا مش راضي عنه، ومع ذلك يقول له: انا عارف اعمالك وتعبك وعارف اللي انت عملته كله. وفي الاخر يروح حاطط له حته كده، عارفين يعني كده، يدسها له بشويش: بس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. حتى العتاب، حتى مقابلتنا للناس، حتى انا مش بقول لك سيب الغلط غلط. احنا بنعاني في الموضوع ده في مدارس احد، لان احنا لازم نعلم، ناخد في حضننا ونحب ونبوس ونضم العيال والبنات واهلا وسهلا ونرحب بيهم. بس لازم نعلم ونقول ان الغلط غلط وصح صح، بس باي طريقه. خلي بالك، لان في ناس لما بتتجرح في ربنا بتمشي ما بترجعش، وفي ناس لما بتتجرح مننا بتمشي ما ترجعش، وعدو الخير مستني للناس دي. قايين ربنا بيقول له: فين هابيل؟ قال له: يا حارس ان انا لاخي اتنصل منه. مع ان قايين كان عامل قتل هابيل. وانا لازم اقتل واحد اسفك دمه؟ انا لو سببت في ان واحد ساب ربنا ولا بعد عن ربنا في البيت او في الكنيسه ما انا قتلته. عشان كده لما حوار الموضوع اللي كان على الميديا بتاع البنات والاولاد دون النظر لموقفهم، هل هم مشوا فعلا بارادتهم زي ما الناس بعد تتقول عليهم؟ وللاسف واخدين بالكم؟ هل انت مدرك بالظبط ايه الدوافع اللي ورا النفس دي؟ احنا عندنا 3 امثال في مثل واحد، وكأن ربنا بيقول لك فتح وركز. ده في واحد ضل عشان جاهل، الخروف، وفي واحد ضل عشان احنا مهملين، وفي واحد ثالث ضل بارادته. يعني انا ممكن اللي بيمشي بعيد ده يكون بارادته، ممكن يكون مجبر، ممكن يكون مغير نتيجه ظروف هو ملوش دخل فيها، جايز. فعشان كده لازم نترفق بضعفاء النفوس او صغار النفوس. احنا ما نعرفش اللي ورا ده احنا لو عرفنا الدوافع اللي ورا كل تصرف من الانسان هيبقى موضوعنا معاهم وكلامنا مع الناس بشكل تاني خالص. العشار والفريسي دخل يصلي، انت مالك؟ ركز في خلاصك. عارفين زي ما يجي واحد يقول لك فلان ده مش هيدخل السماء. عارفين الراجل يطلع على الميديا كل شويه لما يطلع واحد مسيحي في حاجه يقول لك ده مش هيدخل الجنه. طب ما تدخلها انت يا عم، بدل ما تقف زي التلميذ الخايب اللي قاعد يقول لك فلان بيذاكر فلان ما بيذاكرش لحد ما يدخل الامتحان هو يسقط وفلان ده بينجح. ما تذاكر انت، ما تركز على خلاصك، ما تدخلش الكنيسه وتدور تدين ابونا ولا الخادم ولا الخادمه. يا حبيبي ليه اله هيحاسبه، كلنا هنتحاسب وكلنا هنعطي حساب وكالتنا كبير وصغير. انت داخل الكنيسه ولا واقف قدام ربنا ركز على خلاصك، لان مفيش حاجه اثمن من خلاصك. يقول الكتاب كده: ماذا يعطى الانسان فداء عن نفسه؟ مش هياخد حاجه خالص. احد الاباء قال لك يعني الواحد لو قعد يضيع الوقت كله في ادانه الاخرين هيلاقي في الاخر وهو واقف قدام مين؟ قدام ربنا يقول له: تعالى نعمل ادينك. عارفين قصه الراهب اللي لقوه بيموت وما كانش بيصلي كتير ولا عنده نسك كتير، وانت عارفين الرهبان دول لهم حاجات كتير قوي. فالرهبان بيروحوا عادتهم يروح يسلم على الكاهن الراهب اللي بيموت وياخد بركته. فراهب جريء كده، شاب صغير كده جريء، قال له: بقول لك يا ابونا، قال له: انا شفتك بتصلي كتير ولا بتصوم كتير ولا توحدت زي الاباء ولا 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 بس شايفك مبتسم قوي فرحان، في ايه؟ قال له: بص يا ابني، هو ربنا امين ولا مش امين؟ قال له: امين. قال له: خلاص، وانا باخد من بق ربنا. هو اللي يقول ربنا يرجع فيه؟ قال له: مش هيرجع فيه. هو قال: لا تدينوا كي بس انا ما دينتش حد. انا كل التدريب اللي عشت حياتي عليه ان انا ما دينش حد. تعالوا بقى احنا النهار كله انا بتكلم عن نفسي، انتوا كنتوا قديسين، ممكن اكون قاعد ادين، اصل انا في الخدمه ابونا عمل ما اسمعش الكلام، الخادم ده عمل، الخادمه دي، الاخ ده، الولد ده، الابن ده، انا وبنسى نفسي ان هو فاكر ان انا اللي هيحرمني من السماء ان انا اسرع ولا اقتل ولا اعمل حاجه تاني. لا 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 لا. احنا كمسيحيين لن نسال عن خطيه بقدر ما سنسال عن البر اللي ما عملناهوش.
واخدين بالكم؟ سمعان الفريس والمراه الخاطئه دخلت. طب انت غسلت رجلين المسيح؟ هي طلعت اشطر منك، غسلت رجلين المسيح. الموضوع موضوع مش بالسهوله، مش بالسهوله ان احنا نبص للامور بشكل ظاهري او بشكل سطحي. عشان كده الخروف ضل عن جهل، والدرهم مفقود عن اهمال، والابن ضل عن تمرد. لكن بولس الرسول كده بيقول ايه؟ من يعصر وانا لا ايه؟ لا انا التهب. تخيلوا بقى حضراتكم في الاجتماع ده كل واحد مسؤول عن واحد من اخواته اللي ما بيجيش الكنيسه. سؤال انا بعمله مع الاولاد عندي في مدرسه احد، الخدام تعبني ما بيعرفوش وما بيفتقدوش العيال، انا بخلي العيال يجيبوهم. انت مسؤول قدام ربنا. فين اخوك اللي كان بيقعد في الكنبه دي؟ او فين اخوك اللي كان بيرنم معاك؟ ولا هو خلاص مشي وانت اللي بس بترنم؟ واخد بالك؟ فين اخوك وفين اختك؟ فين ابوك وفين امك؟ ناس كتير جدا بتقع مننا واحنا مشغولين في الحياه. في البيت ربما اكون انا غليظ الطبع في البيت، والناس اللي في البيت ممكن يقعوا مني وممكن يزعلوا من المسيح ويكرهوا المسيح بسببي. ممكن في الكنيسه يا ريت ما نكونش واقفين وقفه الواد الابن الكبير ده، اللي هو وقفه خطيره جدا جدا. عشان كده المسيح قفل المثل عند حط يعني نقطه فيصليه هي معزيه ومرعبه. الولد الصغير عمل ايه؟ دخل ولبس الحذاء ولبس الحله الاولى اللي هي الله رجعنا لطبيعتنا الاولانيه بالتجسد. ربنا جدد طبيعه البشر وشفاها من المرض الخطيه، وذبح الخروف، يعني بياكل وشبع كل يوم مثابت في المسيح. الواد الصغير المسيح وقف في المثل، لا قال دخل ولا ما دخلش. موضوع معزي جدا انه ممكن يدخل، لكن ايضا مرعب جدا انه ممكن يكون ايه؟ ما دخلش. وليه المسيح سابها كده؟ لان دول بيبقوا ناس خطيرين جدا. المسيح عايز يقول لك بص قدامك زي ما قال كده في العهد القديم: ها انا وضعت امامك طريقان، طريق الحياه وطريق الموت، فاختر الحياه فتحيا الى الايه؟ الى الابد. احبائي اخواتي، الواحد مننا لازم يحط نفسه قدام الروح القدس عشان يفحصه. احنا مشكلتنا ان احنا النهارده عندنا نوع انا اسف يعني من الكبرياء، بينا نقول احنا فاهمين الناس وفاهمين ايه؟ نفسنا. انا واحد من الناس في واحد كل ما اكلمه يقول لي انا فاهم، انا عارفك وعارف الناس، انا فاهم الناس دي كلها. ليه؟ اصل انا خدت كورسات واتعلمت. ويطلع في الاخر هذا الشخص مش فاهم ايه؟ فاهم حتى نفسه. واحد يحط نفسه قدام الروح القدس يفحصه، وهل انا فعلا الابن الصغير ولا الابن الكبير؟ وفي كلا الحالتين الاب موقفه موقف ايه؟ واحد. الاب خرج للاول وخرج لايه؟ للثاني، وقال لي ده ابني وده ايه؟ وده ابني. حتى لو صورتك عن نفسك مهزوزه او مغلوطه او شايف نفسك ان انت عبد او اجير، النهارده المسيح بيقول لك انت ايه؟ انت ابن. اتمنى بس يكون ربنا وصل الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. لإلهنا كل مجد وكرم من الان وللابد امين.